السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أسعد حال. في سحر؟ أيوه. بيضر؟ أيوه. ويودي الجبر؟ أيوه. أيوه. ويوجه في الحال؟ أيوه. علاجه ايه؟ الله أعلم. الله أعلم. أنا عن نفسي ما أعرفش، وما بثقش في حد، وما بثقش في حد. أنا لغاية النهاردة بشوف حاجات خارجة عن الطبيعة، بشوف اخوات بيعملوا لبعض أعمال، بشوف أهل بيعملوا لبناتهم، بنت أخوها بنت أختها عشان يوقفوا الحال. بشوف وبسمع من أهل الناس نفسها. وأكيد في كل المحافظات بتاعتنا في ناس بيحصل لها كده، وعايشين المواقف دي. محدش مش عايشها، كله عايشها. لكن هرجع وأقول والله ما حد بيأذي حد إلا لما بيتأذي أضعاف. وأظن لسه جايله لكم على قصة الحمام والست اللي عملته. فسبحان الله العظيم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. بس معلش، عشان تدوق. أي نعم، طير أخرس وضرتيه، بس ربنا حسسك باللي أصعب منه. هو اشتكى لربنا وربنا خد حقه. فأنا بقول لكم لا، لا، في أذى، في أذى كتير جدا بيتعمل، في أذى كتير جدا بيترش، في أذى كتير طب آخر حاجة أنا سامعاها، والله العظيم هذا ما حصل. أخ، والله هذا ما حصل. أخ بيقول إن أختي عملت لي، وكنت شايل في دولابي 20,000 جنيه اتسحبوا بمفعول سحر أو عمل. أنا عن نفسي ما صدقش، وأرجح إن مراته هي اللي أخدت الفلوس وتهمتها في أخته، وتخلي المواقف بينه وبين أخته مولعة. لصالح مين؟ إزاي؟ الله أعلم. لكن الواحدة لما تعوز توهم، لا 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 لا، بعيد عن السحر. أيوة، في طبعا أعمال، وإحنا قلنا ما اختلفناش في دي. بس إني توصل، لا دي بقى دي اسمها دي واصلة، ده عدت الشياطين والجن. إنها تسحب 20,000 من الدولاب بتاع أخوها وتاخدهم، أو توقف حال ولاده ما يتجوزوا. خدوا دي كمان، عمل لولاده مشروع كبير. يجي الزبون